معضله الاكسنت. خليني افاجئك كده في بدايه الفيديو اقول لك ان مفيش حاجه اسمها اكسنت، وده من وجهه نظري. كام سنه اللي فاتوا طالع ترند ان الاكسنت الامريكاني الاكسنت الانجليزي. مفيش حاجه اسمها الاكسنت. يعني ايه مفيش حاجه اسمها الاكسنت؟ يعني انت مش هتعرف تجيب لغه اهل البلد دي زي ما انت متخيل، مش محتاج تعمل كده. اسف في اللفظ بس دي تفاهه. ضيع من وقتك عشان تقعد تتكلم زي ناس، ده غلط. اللغه هي اداه تواصل، طالما انت بتفهمه وهو بيفهمك شكرا. ما تضيعش في وقتك في حاجه هتيجي مع الوقت. الاهم من كده انك تتعلم لغه. انك بيعرفوش يتكلموا اللغه وبيحاولوا يتكلموا بالاكسنت بتاعت اهل البلد، يعني ما عندوش محصله لغويه، ما بيقدرش يتكلم، بيحاول يتكلم بطريقه اهل البلد، وده غلط. ده غلط للاسف، يعني ده غلط. فما تخليش حد يعقد. اهتم بانك تتعلم اللغه وسيبك موضوع الاكسنت ده خالص، وهيجي مع تاني وتالت ورابع. ركز في تعلم اللغه مش تعلم الاكسنت. الهنود اكتر ناس شغالين في امريكا ولكنتهم مختلفه تماما. هنا هو في روسيا اكتر ناس شغاله الطاجيكستان والتركمانستان والاذربيجان والدول اللي اخرها ان، واللكنه بتاعتهم مختلفه تماما عن الروس، ومفيش اي مشكله. مفيش حد بيتريق عليهم ولا حد بيتكلم عليهم. ركز انك تتعلم اللغه وسيبك من الناس المحبطه.